لا ميور ايكيب احسن جمعيه هي اللي تعدت، معناها ضربات جزاء كانت منصفه، لانه المنتخب المغربي الحقيقه البارح برهن، وحكينا هنا مع نعيمه قلنا ان فيرسيون باش نشوفوها اسكو لا فيرسيون تاع البريمير ميتون تاع البرازيل اللي هي اكسترا اوردينير، ومعناها سي اون فيرسيون اللي فريمون كي دوميني وكونتر بريس رهيب جدا ولاعبين في اعلى فورمه، والا لا فيرسيون المتوسطه نتاع هايتي. البارح رينا براتيكمون لا فيرسيون تاع البرازيل على مده 120 دقيقه. المنتخب المغربي الحقيقه توا يزيد يخمم في الجاي، لانه الجاي صعيب برشا، لانه معناها المانيا كندا مش صعيب برشا. لا نحكي الجاي هو فرنسا كارت دو فينال، لانه المانيا البارح لا بلو جراند او باش نجيوها دكتور ديسيبسيون كبيره. تضرب بينا لا نحكي لك معناها الكار هذاك لو كار دو تابلو اللي على اليسار فوقاني، اللي على اليسار فيها المانيا وفي فرنسا وفي المغرب وفي هولندا برشا الحقيقه. سي ان كار تري شارجي، وكندا اللي هو سان بيوت بيان سور ديما بلد منظم مهما كان، ديما راه يقعد مش سهل معناها. دونك بون شانس ليهم وبرافو عليهم، وان شاء الله القادم خير، وان شاء الله معناها بون شانس المنتخبات العربيه. باش نرجع لكم لانه الحقيقه راهو اللي صار البارح ماهوش حاجه استنسنا بها، معناها حتى انجاز 2022 نعيمه كما كان يحكي الدكتور، وهذه اهم نقطه كنت نركز عليها، انه كان يلعب على الكونتر اتاك المنتخب المغربي. البارح شفنا سيطره، راهو معناها مش سهل، راهو مباراه سيطره على المنتخب الهولندي ويجيب فرص اكثر منه، معناها 12 تسديده لمنتخب المغرب و7 لهولندا، منهم 6 بالنسبه للمغرب في المرمى و3 لهولندا. نسبه امتلاك كوره 70% المنتخب المغربي، مش سهل 120 دقيقه باش تعمل 70%، ما قلناش 50 55 60 70 امام هولندا. اللي باس 780 باس للمغرب والشطر 356 لهولندا. نسبة نجاح التمريرات آخر حاجة 92% للمغرب و81 لهولندا. دونك حتى الفوارق واضح الفرق، معناه مش اللي يتفوق شوية، تفوق واضح جدا. بالنسبة لي أنا الحقيقة بالمباريات اللي ريتهم من المباريات الودية المنتخب المغربي حتى المباريات بداية كأس العالم، بالنسبة لي أنا لي في محمد وهبي، لأنه الحقيقة بين بالكاشف أنه محمد وهبي إنسان ما يحبش يكون دفاعي ويلعب على الهجمات المرتدة، وهذا اللي صار التغيير. أنا يظهر لي لقجع راهن على محمد وهبي للحاجة هذه، لأنه شاف أنه المنتخب المغربي فيه حاجات تكنيك اللي ممكن يسيطر على منتخبات أخرى، واللي هي سواديزون معناها نقولوا عتيدة المنتخبات اللي هي نورمالمون تكون ضد المغرب تكون هي اللي تسيطر. لكن محمد وهبي لقى عنده الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي تخليه هو بيدو يسيطر. انا زاد باش نرجع لك، راهو محمد وهبي لقى روحه في معضله كبرى اللي هي الدفاع، لانه الدفاع نتاع المنتخب المغربي لاول مره يلعبوا مع بعضهم ديوب وشادي رياض كريستال بالاس وفولام، زوز ملاعبيه معناها تقريبا تعرفوا على بعضهم، وهذا مش بالسهل، لكن كل مره تلقى واحد منهم موجود. الحاجه اللي عند محمد وهبي اللي هي كانت ماهيش موجودة تقريبا، وإلا اللي كان مش مكتشفها الركراكي، ويظهر لي الركراكي فلت عليه الفرصة في كأس افريقيا، مش لأنه ما تهزش الكأس افريقيا، لأنه ما شفناش المغرب اللي يلزمها تشاب بالكاليتي اللي عندها. فوالا الضغط الجماهيري، أنا عشت وشفت وحضرت الماتش وزوز 3 مقابلات تاع المغرب، الحقيقة ضغط رهيب، راهو أكثر حتى من نحن في تونس، راهو مش راهو حاجة غير عادية. ديجا في أوروبا راهو مستنسين معناها بالموندو هذاك نتاع البطولات الأوروبية ونتاع الماتشات الأوروبية، وهنرجع ونقول لك حتى اللاعبين يعني يعرفوهم تقريبا مستنسين بيهم، ما همش غراب عليهم، مش كيما في افريقيا كل بلد من معناها كل لاعب من بلاد. لكن خليني نرجع ونقول لك المراهنه على انه لانه الاصابات زاد قلقت شويه، لكن وقت اللي نايف اجرد يتصاب لك وتبدلوا بالعكس اللي موجود حاليا رومان سيس اللي اعتزل ومشي، انا يمكن شويه فقط لاقي شويه صعوبات على الكوتي جوش، لانه الخنوس ماهوش هو الزلزولي. لو كان الزلزولي كنا زاد نشوفوا راهو فيرسيون اخرى، وكنا نشوفوا حتى اكثر اهداف بالنسبه للمنتخب المغربي. الحاجه اللي عند محمد وهبي زاده انه وقت اللي يسحق اي ملاعب على الدكه يلقاه موجود. هذه هي راهو اللي كونسنتراسيون تاع ملاعب اللي يقول لك انا راني مانيش احتياطي، انا راني حتى ما نلعبش راني موجود مع الاحداث اللي موجودين، على خاطر هو في فكره اتو مومون المدرب نتاعو نجم يستحقه يلزم يلقاه موجود. الحقيقه تحيه كبيره للمنتخب المغربي، تحيه للناس القايمين سنين، ناس قاعده
قاعده تخدم سنين، قاعده تخدم على الملف. وقت اللي راهو شوف خاطر الناس ذاكرتها قصيره، المنتخب المغربي كان عنده لاعبين كبار، راهو نور الدين النيبت، جواد الزيري، اللاعبيه اللي ذكرني معناها كانت عندهم لاعبيه وكانوا لكن الملاعبيه ذوما كيف يجيو ماهوش نفس المنتخب اللي تلقاه، معناها كما نقولوا نحن ما يلبيش طموحات المنتخب المغربي. هذا المنتخب المغربي اللي قاعد كما نقولوا يثبت وجوده من كأس العالم في قطر، وحتى تو قاعدين نشوفوا في ثمار العمل هذا. واللي البارح اثار معناها خلينا نقولوا استعجبنا لكونه منتخب هولندي لا موديفيه ستركتور كلها نتاعو بور سادابتي للمنتخب المغربي. ولا معناها هولندا اللي جينيرالمون معكم لا بلوبار دو تون تلعب 4-4-3 معناها بوجود حكينا حتى البارح جرافنبرغ وديونغ ورايندرز في الوسط. البارح معناها الى ساكريفي رايندرز ولعب ب3-4-2-1 اللي هو ني با ابيتوي دو جوي كوم سا. Et puis لعب فان دو فين براتيكمون ان طونك اكسنتري مش يعطي اكثر الان لدومفرايز على الجهه اليمين. ومالغري سلا ما كانش خطير معناها ما كانش خطير براتيكمون معناها سومرفيل وباكبو كانوا تحت الاتاكون. مي بون منتخب هولندي زاد كون لو فيو با صحيح فما برشا اسامي رنانه كيما بون سورتو فان دايك ولا انه فان دايك راهو في مش فان دايك تاع قبل فان دايك سي في اخر سنواته معناها الكرويه معناها فهمتني. لكن هولندا اليوم ما غير بون سونتر معناها سي هولندا اللي ينجبت فان نيستلروي وفان باستن وانجبت فان بيرسي وفان هويدون كي كومباني تلقى ما غير بون سونتر. غاكبو اليوم يلعب افيك ان غران بروبليم فاميليال معناها مرته معناها لا بيردو ان انفون اي تو سا مالغري سلا لعب وسجل هو الهدف وسجل هدف وتلعب. هولندا تلعب في الكونتر اون لي با هابيتوي لو فوار الحقيقه فهمتني معناها تنجم تلعب الكونتر ضد فرق كبيره تشد الكره كيما اسبانيا بار اكزومبل. مي دو لا افوار المغرب كي ميتريز خاصه الوهبي عمل دي شانجمون معناها لانجيكتي دو سون نوف جاب لاعبين اللي احنا العامين التالي حتى العامين التالي ما نعرفوهمش معناها ولا نعرفوهم يلعبوا لبرا اي سون با امبوزي في المنتخب المغربي. ابو عدي صغير صحيح معناها العيناوي صالح الدين اللي نحكي عليه صالح الدين مرابط كيف من كوب دافريك كبير صالح الدين جاسم زاد سرتا مومون دخل فما برشا رحيمي بعد شمس الدين طالبي زاد الحقيقه عنده دي باس ساندرلاند كان عنده دي اسيست لكن الى اكسبتي باش يلعب الصبيري ومن بعد دخل سفيان رحيمي وفي الاخر كي ما لقاش معناها ليفيكاسيتي في الجو اتير وفي لي كومبينيزون راه سيرتان مومون راه هولندا راه من دقيقه 100 105 تقريبا 104 105 دوزيام برولونغاسيون كامله راهي هولندا 40 متر تالي تستنى معناها 40 متر نتاعها راه وتضيع في الوقت وهي اللي حبت تمشي ضربات جزاء وهي ماشيه ضربات جزاء. دونك سي امبرسيونون الحقيقه سي امبرسيونون الحقيقه. الجمعيات اللي كنا نراو فيهم خلينا نقولوا ان سيرتان مومون في الكوب دوروب في اليورو في الكوب دو موند اللي هما لي كرازي تو الموند اللي هي المانيا وهولندا المانيا وهولندا وفرنسا اسبانيا سورتو المانيا وهولندا معناها البارح دي غرانغولاد معناها بارفيت. هو بون المانيا لا ميتريزي سون ماتش مي خسرت بلانتيات وضيعت وبونت وكذا كذا هذاك باش نجيو احنا. مي هولندا سي بارفيتمون لو كونترير معناها اونور المنتخب المغربي برافو عليهم لازمهم ساقيهم على القاعه تو يركزوا